قال اسم الكريم ايه؟ مالكش فيه. والثلاثي ده ما بيهزرش. وده وقت تقليد، انت هتستظرف هتستظرف. خلاص. طب بص حضرتك، احنا كنا جايين نلم زباله، واضح ان في حوار كبير قوي ما يخصناش. وايه ما تقول حاجه. حضرتك يعني احنا يعني طالع لنا المصلحه يعني من الحوار دوت 2000 جنيه اهم، ممكن تاخدهم يعني وتسيبنا نروح؟ مفيش حد هيروح، واهمد انت وهو بقى بدل ما افرغ فيكوا الخزنه. طب طالما قاعدين يعني ممكن حضرتك ترجع ال 2000 جنيه؟ وصلوا. قلت لك ما بيهزرش. اسكت. طب ما فيش بضاعة يا شيحة؟ لا في، واخلص بقى وسلمني البضاعة بدل ما اخدها منكم وما تطولوش مني مليم. انت هبت منك يا شيحة ولا ايه؟ مش رجالة الحاج فودة اللي يتعامل معاهم كده. انا اتكلم كده مع التخين، واذا كان هو الحاج فودة انا شيحة اللي ما تطلعش منه كلمة قبيحة. ايوه يا معلم شيحة، اللي ما يتسموش داخلين عليكم. ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب اقفل. البوليس شم خبر وبيقرب علينا. اردوا باللي في الشنطة وهاتوا البضاعة بسرعة. انت فاكر انك كده هتقتنا؟ طب ما فيش بضاعة وما فيش فلوس ومحدش خارج من هنا. ليكا يا لا بتحارب ليه كده؟ اسكت. يا ابن المنكوشة بالمجنونة. بص كده، في حد ورانا؟ حد قاطرنا؟ انت كويس يا شقة؟ انا مفيش اي حاجه، بس اعصابي هي اللي ثابت على اخر هذه. الحمد لله انها جت على قد كده. بس يا ترى ايه البضاعة اللي قطعوا بعض علشانها دي؟ يا عم واضحه زي الشمس، الحاج فودة تاجر خرده، البضاعه دي خرده وحصل عليها مشاكل. خردة ايه يا ابني؟ مش هتبطل بقى غباء. الحاج فودة ده شكله تاجر صنف. صنف؟ ايوه صنف. بس احنا ايه اللي دخلنا في الحوار دوت؟ اكيد في حاجة غلط. ممكن تطلع البيت عشان حاسس ان البنطلون مبلول؟ على ابو قرفك.